النقطة الثانية نقطة المنافقين، مجموعة المنافقين الذين ظهروا مسؤول المؤتمر الشعبي العام وبقية مشايخ ريمة الذين قالوا ورفعوا بتقارير على أن الشيخ يستلم مخصصات ويوزع للقرى. والله لو كان فيكم ذرة كبيلة إذا كان الشيخ هذا موجود فيه، يعني موجود مع فلوسه بيوزع للناس، الناس الجاوعة، الناس التي تأكل من براميل القمامة. وأنا متأكد 100% أن هذه كذبة وتزوير، لأنه ما في أحد بيحصل ريال واحد أو يدخل ريال واحد إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثي إلا عبر ميليشيات الحوثية. ريال واحد لا يمكن أن يصل إلى أي جهة معينة إلا عبر الميليشيات الحوثية. فهؤلاء كذابين وأشخاص يعني تجدهم يعني معلم عليهم في الأصرافات وفي غيرها، وكذلك يعني الأخبار عندهم أولا بأول من استلم وين صارت الفلوس وين مسيطرين وقبضة أمنية غير عادية، ثم يكذبون على أن الشيخ رحمه الله يستلم يعني يستلم فلوس ويوزعها للناس في القرى المجاورة. لو كان عندكم دم وعندكم حياة وعندكم رجولة وعندكم يعني رحمة بالناس، افرحوا بأنه يعني عاد بيطعم الناس الجاوعة، الناس التي تأكل من القمامة. لكن لأنكم كذبة وأنكم منحطين وقعتم في هذا الفخ وفي من أملاه عليكم أن أنتم تتكلموا، ويعني رفعتم تقارير بمن؟ يا سفلاء يا منحطين، هذا موجود معسكر عنده؟ تقارير بمن؟ بشايب شيخ يعني مسكين يدرس الناس القرآن الكريم في مسجده، يعلم أبنائكم القرآن الكريم. أنتم تقولوا مسيرة قرآنية، أي قرآن تتحدثون عنه؟ نحن بالنسبة لنا وبالنسبة للناس جميعا يعرفون القرآن الكريم المحفوظ من رب العزة والجلال، فلماذا أنتم تحاربون القرآن الكريم؟ لماذا فجرتم دور القرآن الكريم؟ لماذا قتلتم مدرسي القرآن الكريم؟ لماذا تقتلون الأئمة؟ إمام في عمران يعني في المحراب قتلوه، أنا أنزلت الفيديو موجود في صفحتي، الإمام في المسجد قتلوه في المحراب، والله في المحراب، تصوروا يا ناس في المحراب قتلوه، ما احترموا مسجد ولا احترموا يعني أنهم دولة ولا أخذوا إلى الجهات الأمنية من أجل أن يحققوا معه، قتلوه في المسجد عدوان هكذا. وكذلك الشيخ يعني هذا المسكين رفعوا عليه تقارير، هؤلاء الذين بجواره وأصحاب القرية وأصحاب ليش لماذا ترفعون تقارير كاذبة وتوشون بالشيخ المسكين؟ يعني ماذا صنع بكم؟ هل من الرجولة، هل من حق الجار أن يرفع بجاره ويبلغ على جاره كذب وزور وافتراء؟ أي دين هذا الذي تحملونه؟ عبوهم كل الناس الذين ذهبوا دورات مع الحوثية يرجعوا، وكل الناس أغلب الناس الذي في مناطق الحوثية أصبحوا عبارة عن أحذية للميليشيات الحوثية. أي شخص عبارة عن يعني أحذية للميليشيات الحوثية، لأنهم استمرأوا الظلم واستمرأوا، فرفعوا تقارير بالشيخ المسكين. ويعني نزلت الحملات هذه بناء على التقارير الكاذبة التي رفع بها هؤلاء المنافقين الذين رفعوا بهذه التقارير الكاذبة والمفترية على الشيخ المسكين. والله لو كان فيه يعني لو نعرف أو عرف الناس على أن الشيخ صالح حنتوس ما زال يعني يشكل خطر، نقول يعني من حقهم كميليشيات يعني تريد أن تفرض رأيها وتريد أن تفرض قوتها وتريد أن تفرض يعني منهجها، يعني والراجل يعني ما زال يعني يسوي حركات، لكن ونقول أنه ما زال شباب يعني يخاف منه، لكن شايب ترفع به يعني تكرير يا منحط، ترفع به تكرير يا قليل الحياة، يا عديم القبيلة، يا عديم الرجولة، يا عديم الدين، ترفع تكرير. والله أقسم بالله أن الله سيسود وجيهكم في الدنيا قبل الآخرة. هذه النقطة الثانية، نقطة المنافقين الذين لا يعرفون حق جوار ولا يعرفون حق رحمة ولا يعرفون حق يعني القبيلة ولا يعرفون حق الدين ولا يعرفون حق الشيبات ولا يعرفون شيء. هؤلاء السفلة الذين عبتهم ميليشيات الحوثية تعبئة خاطئة، تعبئة دمار المجتمع، تعبئة الحقد على كل إنسان في خير أو صلاح أو وراء حاله. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهي النقطة الثالثة محاولة الميليشيات الحوثية تبييض صفحتها، صفحة الإجرام، صفحة قتل اليمنيين وارتكاب الجرائم من تجويع الناس، من تفجير المساجد، من تفجير دور القرآن، من إقصاء القرآن الكريم، من لعن الصحابة، من شتم يعني من اتهام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، من يعني المنهج الخبيث، المنهج الشيطاني الذي جاءت به لتدمر عقول اليمنيين وتطمس وتغسل عقولهم وتطمس على دينهم. قضية يحاولوا بهذا كله أن يبيضوا صفحاتهم وجرائمهم في اليمن بالقضية الفلسطينية. أقسم بالله أنهم يحقدون على الفلسطينيين إلى آخر درجة، لأنهم يعرفون على أن الفلسطينيين سنة، ويعرفون على أنهم يتمنون على أن إسرائيل تقضي عليهم. أقسم بالله أنه هذا الكلام لا غيره، وأن إيران نفس الكلام، لا يمكن أبدا أن تدعم سني، وإنما هي عبارة عن تبييض صفحاتهم ومحاولة يعني إيجاد زخم شعبي في الشعوب العربية والإسلامية بأن هؤلاء مقاومين للعدو الإسرائيلي. وأقسم بالله أنهم متفقين مع العدو الإسرائيلي، وأنهم أحذية للعدو الإسرائيلي، وأنهم يهيئون المجتمعات للاحتلال الإسرائيلي فقط.
يهيئون المجتمعات بتدمير القرآن الكريم والسنة النبوية وإدخال منهج سب الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وتشكيك المسلمين في دينهم، ويعني إدخال الخرافات والخزعبلات بدلا عن الدين الإسلامي، من أجل أن تتهيأ المجتمعات لدخول العدو الصهيوني وسيطرته على البلاد الإسلامية. ولذلك تجدونهم يحقدون على أي دولة عربية سنية، كم يحقدون على المملكة العربية السعودية حفظ الله، كم يحقدون على قيادة المملكة العربية السعودية، كم يحقدون على علماء السنة علماء المملكة العربية السعودية، يعني يشتاطون غضبا وحقدا يتناثر من وجوههم ومن عيونهم على المملكة العربية السعودية لأنها قلعة السنة. فيحاولون يوهمون الشعوب على أنهم مع القضية الفلسطينية، وأنهم يدافعون عن فلسطين، وأنهم مع المقاومة، ولم يقتلوا صهيونيا واحدا، ولم يرد. يعني يا راجل، على من يضحك هؤلاء الناس؟ على من يضحكون؟ هؤلاء يحاولون أن يوجدوا لهم زخما عند الناس الجهلة الشعوب، وعند الناس المعميين العميان المساكين وعند الناس المتعطشين لنصرة الفلسطينيين، فيتوهمون على أن هؤلاء الناس مع فلسطين وأنهم دعما لفلسطين. بالله عليك، سيكون دعما لفلسطين هؤلاء ناس ملتزمين، ناس صالحين، ناس صادقين، بيحاولوا يقاتلوا ويدافعوا عن بلادهم ويدافعون عن البلاد المحتلة، ويدفعون العدو الصهيوني عن بلادهم وعن شرفهم وعن عرضهم وعن أوطانهم وعن دينهم. وهؤلاء في اليمن يقتلون حفاظ القرآن الكريم، يقتلون العلماء، يقتلون الأئمة، يحاولون أن يعني يبدلون القرآن الكريم بملازم شيعية، ملازم خرافية، ملازم لا تمت إلى العلم وإلى الدين الإسلامي بصلة، تمام. ويحاولون تصفية القرآن الكريم والسنة النبوية بقتل العلماء، بقتل الدعاة، بإقصاء الأئمة الذين يصلون بالناس تراويح أو يصلون بالناس الفروض الخمسة وفق الكتاب والسنة. والله أن هذا منهجهم، وهذه خطاهم، وأن هذه الترتيبات الأمنية التي يقولون أنهم يقومون بها، تصفية كل الأفكار المعارضة لهم والعلماء المعارضين لهم والدعاة المعارضين لهم، تصفيتهم من المنطقة تماما وتجييش الأحقاد. هؤلاء ينصرون القضية الفلسطينية. أنا ننبه الإخوة في فلسطين ألا يثقوا بهؤلاء المجرمين. فالشيعة عبر التاريخ شوهوا بالدين الإسلامي، وعبر التاريخ حاربوا الإسلام، وعبر التاريخ وقفوا مع العدو اليهودي. دائما هم مع اليهود ومع النصارى في معاركهم الدائمة ضد الإسلام والمسلمين. هذه حقيقة الشيعة وحقيقة الحوثي وحقيقة إيران. محاولة تبييض جرائمهم. يا رجال، مسجد واحد داخل طهران ما تحصل سني، مسجد سني واحد لا يمكن أن تحصله. وقد سمعنا مرارا وتكرارا من كثير من العلماء الذين يذهبون إلى هناك لا يجدون حتى الأذان السني، لا يجدون أذانا سنيا، ولا يجدون مسجدا للسنة، مسجدا واحدا في طهران. بل يعني كان سفراء الدول العربية والسنية يصلون في حوش من الأحواش الذي أو ساحة من الساحات التي تتبع سفارة المملكة العربية السعودية في طهران. على العموم، ننبه الناس جميعا ونحذرهم. هذه الجرائم التي ترونها والتي ضج العالم من أجل ما من في مقتل الشيخ صالح حنتوس رحمه الله، والله الذي لا إله إلا هو أن الله سيفضحهم عاجلا غير آجل. نتمنى ونحذر الشعوب العربية والإسلامية أن تغتر بهذه الفئة التي دمرت سوريا ودمرت لبنان ودمرت العراق ودمرت اليمن. والله ما حلوا في مكان إلا أوجدوا فيه حل معهم الفقر والجهل والخرافات والخزعبلات. هم غدا يحتفلون بمقتل الحسين، يقولون أنهم يعني يلطمون أنفسهم، لطمهم الله، نسأل الله أن يلطمهم وأن يكفينا شرهم. فهم درع اليهود والنصارى. تحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.